زي ما قلنا لو انا عملت دلوقتي العزل عندي في الحمام او في الوحدة بتاعتي غلط هيبقى ملوش لازمة، ومش على قد ملوش لازمة وبس، لان ضرره اكتر من نفعه. طيب ليه في ناس بتقلق ان العزل ده ما يبقاش ليه لازمة، او ازاي بيحصل الموضوع ده؟ دلوقتي انا لو عزلت وفي مثلا هنتخيل ان في نقطة ما اتعزلتش، نقطة واحدة، لان انا دلوقتي العزل الملي لو في نقطة ما اتعزلتش كأني ما عملتش اي حاجة. يعني لازم لما اعزل بعزل كله كويس جدا. ده بقى هيعمل لي مشكلة ايه؟ هنتخيل كده ان دلوقتي النقطة دي نقطة ضعف، فانا دلوقتي عزلت الباقي، هيبقى في تسريب في النقطة دي او في المنطقة دي. فالعزل في باقي الاماكن ده كده بيأخر ظهور المشكلة. يعني انا دلوقتي لو انا الحمام بتاعي فيه مشكلة او فيه تسريب، انا علشان في جزء اتعزل وجزء لأ هيأخر لي ظهور المشكلة. فطبعا بدل ما الحقها في الاول هتفضل مستمرة لحد ما تتفاقم، وبعد كده طبعا الموضوع هيكبر. دي نقطة. النقطة التانية ان انا طبعا المفروض واحنا بنعزل بنيجي عند باب الحمام وبيبقى فيه عتب، فانا بعمل عتب اللي هو يعني بارتفاع معين علشان المية ما تخرجش بره هو الحمام وتوصل لباقي الشقة بتاعتي. طيب في ناس بتقول طب ما انت دلوقتي كده افرض المية دي فضلت اتجمعت عندك، اتجمعت لحد اصلا ما تعلى عن العتب وهتخرج كده بره الشقة كلها وهتحصل لي بقى كارثة. يعني مش على قد بدل ما انا كنت محوطاها في الحمام بس، لا ده انت كده خليتها تخرج لي للشقة كلها. فانا ازاي هعالج الموضوع ده؟ في برضو حد تاني، يعني في كده دلوقتي احنا قلنا مشكلتين. المشكلة بقى التالتة ان انا دلوقتي خلاص عزلت والدنيا تمام ونعتبر ان احنا عزلنا كويس، هيجي بقى المبلط اللي هو بتاع السيراميك لما هيجي يحط السيراميك بتاعه، ما هو بيشد الخيطان بتاعته فبيثبت المسامير في الاركان. طب ما هي المسامير دي كده هتخترق العزل، ما هو كده يعتبر كاني برضو ما عملتش حاجة، ونفس المشكلة الاولى اللي احنا هنتحط فيها تاني، ان دي هتبقى منطقة ضعف او في خرم حصل، ما كده خلاص العزل ده باظ. فعشان كده بنقول ان احنا العزل لو مش هتعمله صح يبقى ما تعملوش احسن، لان زي ما قلنا بتحصل مشاكل اكبر بكتير من ان انت مش عازل الحمام بتاعك. ظهور المشكلة بتأخر، فانت اصلا الموضوع بيبقى كارثي. يعني بدل ما هتبقى بتعالج الحمام بس هتبقى بتعالج الشقة كلها لو المية فعلا اتسربت بره العتب وخرجت على الشقة وانت ما تعرفش، ما انت هتعرف منين؟ وناخد بالنا برضو من حاجة. انا اغلب الوقت مواسير السباكة بتاعتي اصلا بتكون مش قلقانة منها. يعني انا بعزل علشان الارضيات. ليه بقى؟ لان اصلا احنا قايلين من الاول خالص انا مواسير السباكة استخدم مواسير معتمدة، واللي هو القطع الاكسسوارات بتاعتها تكون نفس الشركة بتاعتها. ناخد بالنا من عملية اللحام، لان هي دي ممكن اللي